هل ينفع بعد ما خلصت الاوس بيلدونج بتاعي مثلا وانهيت الدراسه في اوس بيلدونج وليكن على سبيل المثال تمريض، ينفع بعد ما اشتغل فتره مثلا او بعد ما اخلص الدراسه على طول اعمل اوس بيلدونج تاني؟ اه ينفع. ومعاك الحق ان انت كل ما تخلص اوس بيلدونج وتاخد ترخيص مزاوله المهنه بتاعته تقدر ان انت تعمل اوس بيلدونج تاني. كده كده محدش خسران حاجه، ومحدش عطلان في حاجه في الموضوع ده. كل الموضوع هو انت ومستقبلك انت وطريقتك انت. طول ما انت طالب اوس بيلدونج انت مرتبك محدود، ولكن طول ما انت بتشتغل وطول ما انت معاك ترخيص مزاولة مهنة في مهنة فانت مرتبك عالي جدا عن طالب الاوس بيلدونج. طالب الاوس بيلدونج ممكن يكون بياخد مثلا تلتك ولا حاجة، تلت مرتبك. فطول ما انت بتدرس محدش هيقول لك انت بتدرس ليه، وطول ما انت بتطور من نفسك محدش برضه هيقول لك انت بتعمل ليه. ولكن انت تقدر ان انت تكمل دراسه، وحاجه اسمها فايتر بيلدونج ان انت تكمل دراسه في مجالك وتخصصك علشان تطور من نفسك بدل تضييع الوقت. بس انت تقدر ليك الحق ان انت تغير مجال الاوس بيلدونج بعد ما تنهيه. وليكن على سبيل المثال انا بدرس تمريض مثلا وخلصت دراسه التمريض مثلا وعايز اروح مثلا اشتغل في الاي تي، اقدر ان انا اعمل اوس بيلدونج في الاي تي. اه تقدر ان انت تعمل اوس بيلدونج في الاي تي، والموضوع بيبقى سهل خالص. بعد ما تنهي دراستك بتروح تقدم تاني في اوس بيلدونج تاني وعادي خالص، والموضوع بيمشي باجراءاته القانونيه ومش صعب. بالتوفيق ان شاء الله. ولو عندك اي استفسار او اي حاجه اكتب لي في كومنت وانا هرد عليك ان شاء الله. ولو وصلت لحد النقطه دي في الفيديو فشكرا جدا ان انت كملت الفيديو للاخر.